الشهيد مصطفى عبد الكريم محمد نور محمدي. ولد الشهيد مصطفى عبد الكريم محمد نور في عام 1958 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في عام 1981. اعتقل الشهيد من قبل النظام البعثي السابق بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد مصطفى هو وكل من إخوانه فاضل وإبراهيم وزهير تعرضوا في معتقلات البعث لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي دون أن يعرفوا التهمة الموجهة إليهم أو الذنب الذي ارتكبوه. تم إعدامهم جميعا في عام 1983، ولكن ذووهم لم يعلموا بخبر استشهادهم إلا بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهرت أسماءهم ضمن قوائم الشهداء المعدومين المغدورين.